مرحبا بالجميع. أنا هنا اليوم لأتحدث عن أمر مؤلم للغاية، ولكنه مهم بشكل لا يصدق. لقد ضرب زلزال مدمر المغرب مؤخرا وأثر على حياة الآلاف. وفي خضم هذه الفوضى ظهر مقطع فيديو أثار الكثير من الجدل. يظهر الفيديو شخصا يوزع مبلغا مذهلا قدره 1.5 مليار مغربي على الضحايا في تارودانت. هذا مبلغ كبير من المال، أليس كذلك؟ ولكن لماذا أصبح هذا موضوعا ساخنا؟ دعونا نتعمق في الأمر. أولا، أفهم التأثير الهائل للزلزال. فقد أكثر من 2000 شخص حياتهم، ودمرت قرى بأكملها، منازل وذكريات وأرواح كلها تحطمت في لحظات. يقدم المجتمع المغربي محليا وعالميا الدعم في هذه الأوقات العصيبة. الآن لنعد إلى الفيديو. الأمر لا يتعلق فقط بمبلغ المال، إنه يتعلق بالأمل وروح الإنسانية التي تتألق في أحلك الأوقات. لكنه يثير أيضا تساؤلات حول المساءلة والشفافية وأفضل السبل للمساعدة. كيف نضمن وصول هذا المبلغ الهائل من المال إلى من هم في أمس الحاجة إليه؟ علاوة على ذلك، هناك جانب حساس لهذا الأمر. في حالة يكون فيها الكثيرون يائسين وضعفاء، يجب التعامل مع توزيع المساعدات بأقصى درجات العناية لمنع أي استغلال أو إساءة استخدام. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر شخصا وهو يوزع أموالا على متضررين من الزلزال في منطقة إداو محمود التابعة لقيادة أركانت بإقليم تارودانت. وحسب مقطع الفيديو الذي تداوله مواطنون بتارودانت، فإن ذات الشخص المحسن فرق الأسبوع الماضي 1,560,000,000 سنتيم على السكان المتضررين من الزلزال والذين تهدمت منازلهم. ووفق ذات المصدر، فإن المحسن قام أيضا بتوزيع إعانات غذائية عبارة عن قف مساعدات على عشرات المستفيدين من أبناء المنطقة. ولم يظهر وجه الشخص الذي كان يوزع الأموال على المواطنين، في الوقت الذي أشاد التعليق على موقع التواصل بالمبادرة التي وصفوها بالإنسانية والحميدة، والتي ستساعد ضحايا الزلزال على تدبر شؤونهم اليومية. إنه يتعلق بأكثر من مجرد معاملة مالية، إنه يتعلق بالكرامة الإنسانية والاحترام والطريقة الصحيحة لدعم بعضنا البعض في أوقات الأزمات. لذا بينما نتأمل في هذا الموقف، دعونا لا نركز فقط على الجدل. دعونا نفكر في كيف يمكننا كمجتمع عالمي أن نتحد معا لدعم المناطق المنكوبة بالتعاطف والفعالية والنزاهة. إنها محادثة يجب أن تحدث، وهي تذكير بأنه في مواجهة الكوارث يمكن أن يظهر أفضل ما في الإنسانية. دعونا نتأكد من ذلك. استمروا في المحادثة وانشروا الوعي، ودعونا نساعد في إعادة بناء الأرواح معا. شكرا لمتابعتكم، ودعونا جميعا نقوم بدورنا لإحداث فرق.